السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الألمونيا او غسيل المواعين آه على السطح. بما اني بقى غسلت مش غسلت نضفت السطح، فخلاص بقى الواحد يطلع يعمل عليه كده كام حاجة، لان انا بحب السطح قوي وكان سادت نفسي ان هو ما كانش نضيف. فطلعت بقى المواعين زي ما انتم شايفين كده. لان في تعليقات سلبيه بتيجي كده للواحد لما بيجي يعمل اللي هي فيديوهات الاكل. يعني واحده بتقول لي مواعينك مش نظيفه، انت بتغسلي فيها بتطبخي فيها ازاي؟ انت مواعينك مش نظيفه بتطبخي فيها ازاي؟ طبعا مواعيني مش نظيفه ازاي؟ والله العظيم ده أنا على طول بنضفها وعلى طول بغسلها، وكل فتره لازم اعمل فيها العمله دي على فكره. ان انا المعها كل فتره، طبعا مش كل يوم عشان ما حدش يقول انتي مش عارفه ايه. لا مش كل يوم والله، لاني بغسل بقى اللي هو الغسيل السريع بتاعنا اللي هو بالبريل وكده وخلاص يعني. انما كل فتره آه بعمل العمله ديت. حتى انا في فيديو كنت منزلاه قبل كده بس وكنت ملمعاهم قبل كده، بس مش كل مره بصور طبعا. فانا قلت هصور الفيديو دوت عشان الناس اللي بتنتقد والناس اللي هي آه، بتعمل احباط للناس مثلا. يعني انا عن نفسي ما عنديش حلل من التانية. قبل ما اكمل كلامي، انا هستخدم الصابونة دي واحدة جارتي بتاخد مني الزيت اللي هو القديم، وبتعمل لي اللي هو الصابون البلدي ده. انا بديها الزيت وهي ايه بتكلف كل حاجة، وبتديني ايه حتتين تلاتة منه. بصراحة جميل جدا جدا وبيلمع جدا جدا جدا. بس فانا مش هشتري حاجه من بره. فانت لو هتشتري اشتري الصابونه اللي هي الصغيره، هي بلدي بردك، يا اما سان لايت حلوه جدا برضو. فانا هستخدم دي بس مع سلك المواعين وخلاص، وما بتاخديش ميه كتير بقى ولا حاجه. بس فانا عاوزه اقول للناس بس اللي بتعمل احباط للناس ديت، يعني طب ليه؟ انا عن نفسي مش ما عنديش سيراميك، ما عنديش جرانيت، ما عنديش تيفال بصراحه. هو ده الطقم اللي داخله بيه اللي هو الالومنيا ده والصاج بس. يعني يوم ما هجيب ان شاء الله هجيب الاستانلس، عشان انا عاوزه ارمي الصاج خالص. لان انا بسلقش اي حاجه في الالومنيا عشان الميه وكده يعني بتطلع اللي هو بتعمل لون اسود كده في الالومنيا، ما بحبش. فبسلق اي حاجه، مكرونه، فراخ، اي حاجه في الصاج. فيوم ما ان شاء الله ما هجيب استانلس، ويوم ما هجيب تاني هجيب ألمونيا، مش هجيب اللي هو السيراميك والجرانيت والحاجات دي. مش عارفه مش حباهم ليه. تاني حاجه يوم ما هجيب بردك هجيب طاسه بس فقط لا غير، اللي هي يا تيفال يا سيراميك. انما مش هجيب طقم بحاله بصراحه لانه غالي. تاني حاجه ممكن لو اتكسر مني خلاص خطر. التيفال نفس الحكايه لو اتقشر خطر. يعني الحاجات دي خطر، مش عارفه ازاي يعني مع انها غاليه. انا كده خلصت خلاص المواعين وجبت ميه في الطبق وهشطفها. فلمعتها اهو للناس اللي بتقول ان انتي مواعينك مش نظيفه وازاي بتطبخي فيها. الحمد لله لمعتها اهو ونضفتها. اتمنى ان هي تعجبكم، مع ان هي عجباني وكانت نظيفه جدا. وشفتها في اول فيديو قبل الغسيل كانت برضك بتلمع وحلوه، يعني ما كانتش مقرحه ولا حاجه يعني الحمد لله. فانا هغسل بقى كده هشطفهم لان الصابون لزق فيهم، لان أنا خلصت كل المواعين وقلت هشطف في الاخر فالصابون لزق فيهم بقى. هتشوفوا شكل المية بقى في الاخر، يعني مش في الاخر شوية كده. انا قلت اطلع بقى اغسلهم فوق السطح عشان مش الشقة، المطبخ عندي الحوض صغير وبيتبهدل بصراحة. لما باجي اعمل العملة ديت اللي هي غسيل المواعين دي بيتبهدل ضيق، المطبخ بيغرق مني. فبصراحة قلت اطلع بقى كده في الشمس واطلع اغسلهم فوق احسن. هما تعبوني شوية على بال ما طلعتهم بصراحة، يعني طلعتهم على كذا مرحلة وانا تحت خالص، يعني في اول بلكونة والسطح عالي. يعني بعدي على 1 2 3 شقق وبعد كده السطح. 3 شقق بعد شقتي وبعد كده السطح. فتعبوني بصراحة، بس يعني الحمد لله. انا مبسوطة ان انا غسلتهم فوق السطح بصراحة، ونشفوا بسرعة جدا لان مصافتهم نشفوا بسرعة جدا عشان الشمس وحرارة الشمس وكده.
بس زي ما انتوا شايفين اللي معه الحمد لله وزي الفل. وعاوزه اقول لهم بقى يا رب تكونوا فرحانين ان انا غسلتهم اهوت، ومحدش عايب على مواعيني تاني، ولا حد يقول لي انتي مواعينك مش نضيفه. لا، انا مواعيني الحمد لله مش نضيفه جدا، وبغسلها كويس جدا الحمد لله. بس هي كده في ناس بتحب تحبط الناس، بتحب تحبط اللي قصادها في اي كلمه. زي ما في ناس كده شغلتها ان هي تحط ديسلايك، دي شغلتها في الحياه، تدخل كده اي فيديو تحط الديسلايك اللذيذ وتخرج بس. فيكون الفيديو مفيهوش اي مشكله خالص، ويكون قرآن كمان. يعني في فيديوهات قرآن وتلاقي عليها كميه ديسلايك، معقوله كل دول ناس يعني مش مسلمين؟ ما تعرفوش بقى، دي شغلتهم بصراحه، يعني ان هم يحبطوا الناس ويحطوا لهم ديسلايك. شوفوا بقى الميه بقى شكلها ازاي. انا هغيرها، وهجيب ميه نظيفه تاني، وهشطف كل المواعين دي تاني اللي هي اتشطفت، وبعد كده هبدا اشطف الباقي. انا بفكر نفسي ان انا على البحر، او مش على البحر. يعني انا عندي هنا شط، مش شط، استنى بس، فرع نيل، فرع نيل. بشوف الناس، الستات يعني بيغسلوا عليه، فبشوف هما بيغسلوا المواعين بالطريقه دي كده، يقعدوا يشطفوا في الميه ويعملوا كده يعني. فانا حاسه نفسي ان انا في المكان ده. فان شاء الله بقى هنبدا بقى فيديوهات التحدي ان شاء الله. الكسل اللي احنا فيه دوت، دي كانت بدايه، هو والسطح دي كانت بدايه كده. هبدا بقى اشيل السجاد ان شاء الله، والحافظات اللي على السجاد، وكل ده هيتغسل وهينضف، وهنمسح الشقه والحيطان، وهننضف اي حاجه عاوزه تتنضف، وهنشقلب الشقه، وهنغير نظامها ان شاء الله. هنا بقى انا جبت ميه نظيفه ويعني شطفت كل المواعين اللي فاتت، وشطفت بقى الباقي دوت. مواعين بقت بتبرق فضه. الحلة دي بقى بتاعت امي، ربنا يديها الصحة. الحلتين دول والحلة الكبيرة قوي اللي هتيجي دلوقتي دي، الحلة الكبيرة قوي دي برضو بتاعت امي، اديتهم لي. وفي مصفى كبيرة قوي كده برضو بتاعت امي، هي بتوع جهازها وكده، فمبقاش تستخدمهم. والصينية دي انا داخلة بيها، الصينية الكبيرة دي. بس كده يا جماعة. وده شكل المواعين بعد ما اتغسلت ومحطوطة عشان تتصفى اهي. بصراحة اخدوا مني وقت شوية، بس الحمد لله طلعوا هم زي الفل. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس المحبطة الحلوة الجميلة دي يكون برضك الفيديو عجبهم، مع ان انا عارفة ان هم يخشوا يحطوا ديسلايك، بس مش مهم، مش هيأثر. آه فاي حد بقى عاوز يلمع مواعينه كده، لمعيها، اقعدي كده ولمعيها، هتفرق معاكي قوي. هتحسي كده بطاقة حلوة قوي لما تنضفيها كده التنظيفة الحلوة دي. عائشة بنتي دايما متواجدة معايا. بس كده يا بنات، ويكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. واتمنى ان احنا بقى نبدأ كده نشيل الكسل اللي احنا فيه دوت، ونبدأ بقى في شغل البيت ان شاء الله. ولايك وشير وسبسكرايب لو انتي لسه اول مرة تشوفي القناة. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.